السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال المسمن. كيجي زوين بزاف وكيجي رائع، كيجي مقرمش من برا ومحمر ومن الداخل كيجي مرق البنات وكيجي خفيف بزاف. كنتمنى اخواتي الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاصدقاء، وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه باش هكا الفيديو كيطلع لباقي المشتركين وكيتشاف عند بزاف ديال الناس. وخليكم على الفيديو حتى الاخير وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج هنايا 3 المكونات فقط في هذه العجينة. عندي دقيق فورس بوحدو، يعني بدون السميدة او الفينو. كما كتشوفوا عندي دقيق فورس بوحدو. ضفت له واحد نص معلقة ديال السكر حبيبات مع الملحة. دائما الملحة كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. وغادي نجمع العجينة ديالي بالماء عادي، يعني الماء بارد من الروبيني. كنضيف الماء بالتدريج وكنجمع العجينة حتى كنتحصل على عجينة كتكون شوية قاصحة، ما كتكونش مرخوفة. يعني العجينة ديال المسمن دائما كتكون واحد شويه قاصحه، يعني ماشي قاصحه بزاف، بصح كتكون شاده في راسها، ما كتكونش مرخوفه، باش هكا المسمن ديالكم كيجي مورق. هنا كما كتشوفوا بعد ما جمعت العجينه كندلكها مزيان. ضروري ما كندلكوا العجينه مزيان، يعني كنخليوها حتى كترتاح في المره الاولى وكنوليو عندها كندلكوها 2 مرات 3 المرات حتى 4 المرات، يعني كنخليوها ترتاح. كندلكوها وكنرجعوها في بلاستيكه ونعاودو كندلكوها المره الثانيه والثالثه والرابعه، يعني كندلكوها مزيان البنات. كنخليوها كترتاح ربع ساعه 20 دقيقه وكنوليو عندها كندلكوها حتى كتبدي العجينه يعني كترتق في يديكم. هنا كما كتشوفوا بعد ما خليتها ارتاحت، الا كانت عندكم الوقت غادي تخليو العجينه ديالكم ترتاح حتى 3 السوايع 4 السوايع، ماشي مشكل، يعني ما كتوقع لها حتى شي حاجه. هنا انا خليتها 4 السوايع ارتاحت، يعني عجنتها في العشيه في الصباح عفوا، وورقتها في العشيه. هنا كما كتشوفوا بعد ما ارتاحت كنحيدها من بلاستيكه، كندهن يديا بواحد شويه ديال الزيت النباتيه وكنقطعها كرات صغيورين كما كتشوفوا. الا كنتو باغيين ديروا المسمن ديالكم كبير بطبيعه الحال غادي ديروا الكرات ديال العجينه ديالكم يعني واحد شويه يعني كبار. هنا كما كتشوفوا كنخلي العجينه حتى كترتاح او الكرات ديال العجينه حتى كيرتاحوا مزيان 20 دقيقه 30 دقيقه عاد باش كنورقها. هنا كما كتشوفوا غير كنجبد العجينه وكتجبد بكل سهوله وكتورق. هنا كما كتشوفوا العجينه كتجي رقيقه وكتبان من تحتها الرخامه. ملي كترتاح العجينه البلاصه راها كتورق بكل سهوله، يعني غير كنجبدوها وكتورق راسها، يعني بلا ما كنبقاو نقرصوا ونجبدوا فيها. ضروري ما كتخليوها ترتاح الا بغيتوها كتساعدكم في الطرق وكتورق دغيا. هنا بعد ما كنورقها غير بالزيت النباتيه، وملي كنبغي كنفرق بالخليط ديال الزبده والزيت وكنرش السميده. بالنسبه للسميده كندير السميده الرقيقه او الفينو الرقيق، وكنفرق العجينه ديالي بالخليط ديال الزبده والزيت والطرق. دائما كنورقوها غير بالزيت النباتيه باش هكا العجينه ديالنا ما كتقطعش. هنا كما كتشوفوا كنطوي المسمن ديالي عادي، يعني كما كنديروا المسمن العادي. كندير واحد شويه ديال الزبده والزيت وكندير السميده وكنطوي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. وكنعاود ندير الزبده الخليط ديال الزبده والزيت وكنرش شويه ديال السميده وكنطوي العجينه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا فيها، يعني الطريقه العاديه ديال المسمن. هنايا كما كتشوفوا غادي نعاود معكم وحده اخرى. وبالنسبه للعجينه قد ما ارتاحت قد ما كتساعدنا في الطرق ديالها، وكيجي دوك الورقات ديالها يعني كيجي ورقيق بزاف. داك الطرق كيجي رقيق بزاف ما كيجيش غليظ البنات. هنا بالنسبه للعجينه ضروري ما كتخليوها ترتاح مزيان مزيان، يعني ملي كنقطعوا الكره ديال العجينه كندهنوهم بالزيت النباتيه وكنغطيو ببلاستيكه وكنخليوها ترتاح. قد ما كانت عندكم الوقت غادي يكون مزيان، يعني العجينه ملي كترتاح كتساعدكم في الطرق نفس الطريقه البنات. يعني كنرش الخليط ديال الزبده والزيت وكندير السميده وكنطوي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. بعد ما ساليت العجينه اللي عندي كامله، يعني الكرات ديال العجينه كاملين ورقتهم بنفس الطريقه. هنايا في هذه اللحظه هذه عندي المقله الثقيله فوق البوطه كتسخن، يعني في الاول كنشهدوا لها البوطه وكنخليوها كتسخن مزيان. هنا كنمشي لاول وحده ورقتها، اول مسمنه ورقتها كنقرصها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، وفي نفس الوقت ما كنرقوهاش بزاف حيت ملي كنت نورق في العجينه يعني درتها رقيقه مزيان. هنايا كنقرصها غير واحد شويه وكنرش المقله ديالي بالمقله الثقيله عفوا بالخليط ديال الزبده والزيت، وكنطيب المسمن ديالي عادي كما كنطيبوا المسمن او الملوي.
هنايا غير كنديرها في الطويجينه او في المقله الثقيله وعلى نار اللي كتكون مهيله. هنا البنات ما كنخليوش النار مجهده بزاف، يعني كنقصوا على النار واحد شويه باش هكا المسمن ديالنا كيطيب من الداخل وكيطيب من برا وكيجي مقرمش، يعني ما كيجيش معجن. ملي كنمشيو كنتناولوه هو يجبد وحنا كنجبدو كيجي داير بحال المسكه. هنايا كنقصوا عليه النار وكنخليوه يطيب على خاطرو. دائما الملوي او المسمن ما كنطيبوش على نار مجهده باش هكا ما كيجيش يتجبد. هنا كما كتشوفوا غير كنديرها كنقلبها، يعني غير كنخليها تشد راسها غير واحد شويه وكنقلبها، وفي نفس الوقت كندهنها بالخليط ديال الزبده والزيت وكنقلب ونعاود على جوج جوايح حتى كطيب وكتحمر البنات وكترجع على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. هنا البنات في التالي ديال الفيديو راه ما غاديش ندير لكم التقديم ديال المسمن حيت مشى لي المقطع فاش كنت كنقدم فيه المسمن، داكشي علاش ما غاديش يكون في الفيديو. غادي نشارك معكم هنا غير الطياب والشكل ديالو، يعني راه باين في الطياب، يعني ماشي ضروري غادي ندير التقديم. مره اخرى ان شاء الله غادي ندير الفيديو من الاول حتى الاخر. هنايا كنستمر بهذه الطريقه البنات، الطريقه ديال المسمن كما كتشوفوا كنديروه في المقله في الاول مع كنرشوا بالخليط ديال الزبده والزيت وكنبديو نقلبوا فيه ونعاودوه حتى كيتحمر. وبطبيعه الحال كندهنوا عفوا العجينه او كندهنوا المسمن بالشتا كما كتشوفوا بالخليط ديال الزبده والزيت وكنقلبوا ونعاودوا ما كنحيدوش من قدامه باش هكا ما كيتحرقلناش وما كيتحمرش مزيان. كنقلبوا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. كما كتشوفوا البنات كيطلع كيتنفخ وكيجي مورق من الداخل وداك الورق اللي فيه الداخل يعني كيجي رقيق بزاف بحال الورق ديال البسطيله. كما كتشوفوا هنايا كنستمر بهذه الطريقه، كنرش بالخليط ديال الزبده والزيت وكنقلب المسمن على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا حتى كيطيب وكيتحمر البنات من برا، يعني كيجي محمر وكيجي مقرمش، ما كيجيش فيه يعني غير خاطفه النار، كيجي محمر بزاف. وملي كتمشيو تناولوه يعني كيبقى يتجبد، نتوما تجبدوا وهو يجبد، يعني هذا كيجي هشيش البنات. ملي كتمشيو تناولوه كيجي كيتقطر وكيجي هشيش بزاف. هنا كما كتشوفوا كنستمر بهذه الطريقه في الطريقه ديال الطياب. وكنتمنى اخواتي يعجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع العائله ديالكم الاصدقاء، وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه باش هكا الفيديو كيطلع لباقي المشتركين وكيتشاف عند بزاف ديال الناس. وكما قلت لكم هنا ما غاديش نشارك معكم التقديم حيت تقطع لي المقطع فاش كنت كندير التقديم المسمن، داكشي علاش غادي نشارك معكم غير الطياب والعجينه والطرق. واسمحوا لي مره اخرى غادي نشارك معكم الطريقه ديال يعني ديال التقديم كي كيجي من الداخل. هنا كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي العجينه اللي عندي كامله او المسمن ديالي كامل كنطيبوه بنفس الطريقه. وشكرا لكم بزاف على مشاركه الفيديو حتى الاخر، وشكرا لكم بزاف مره اخرى، وشكرا للاخوات اللي كيشجعوني وكيتبعوني وكيخليو لي تعاليق زوينه. شكرا بزاف على التعليقات اللي كتخليو لي وعلى التشجيعات ديالكم، وكلمه الشكر راه قليله في حقكم. ومع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله، في امان الله.